بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ معاكم يوميات سحر. وحشتوني قوي قوي، واتمنى ان انتوا تبقوا بخير وسعاده، وربنا يا رب يخليكم ليا، ما تحرمش يا رب منكم. هنعمل النهارده كبده بطريقه حلوه جدا. انا كنت في اسكندريه وشميت والله العظيم 3 عربيه كبده تحفه، بس بصراحه بصي مش قادره اقولك على طعمها وكانت على ريحتها. مش هكذب عليك، انا رحت سالت الراجل واداني الوصفه بالظبط، فانا قلت لازم اعرفها لحبايبي، وعملتها ولقيتها نفس الطعم. فانا قلت لازم حبايبي زي ما بعرفهم كل حاجه وزي ما اللي انا باكله كمان يعرفوه. انا جبت كبده، بصي قطعتها ازاي يا بنات، بصي رفناها وحلوه ازاي. تمام. جبت بقى هنا توم وفلفل اخضر، انا ما كانش عندي فلفل احمر، يا ريت لو عندك فلفل احمر تحطيه. هنحط نصها. تمام. ونص ليمونه. تمام. ومعلقه خل. طريقتها حلوه جدا وطريقتها سهله، فانا قلت لازم اعرفها لحبايبي واخواتي. ومعلقه كمان دبس رمان، معلقه كبيره. بسم الله الرحمن الرحيم. نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ونقلب كل ده مع بعض ونسيبه مده 10 دقايق او ربع ساعه. احنا محطناش فيه ملح، محطناش فيه اي حاجه. تمام كده يا حبايبي. تمام. وقطعتي كمان فلفل اخضر، لو عندك احمر يبقى ما فيش اي مشكله، يبقى زي الفل. ما عندكيش يبقى ما توقفيش الحكايه، اعملي زي ما انا عملت كده. ده هسيبهم كده، قلبتهم وهسيبهم لمده 10 دقايق او ربع ساعه. اكون انا عملت شويه رز وحمرت كمان شويه بطاطس، لاني عندي عيالي بتعشى حاجه اسمها تحمير بطاطس. هنسيب ده زي ما انا قلت لك كده 10 دقايق او ربع ساعه. اكون انا عملت شويه رز اهو يا بنات. انا عملت الرز اهو. انا ما رضيتش اوريه لكم عشان الفيديو ما يطولش عليكم. عملتيه ازاي سحر؟ حطيت فيه حته سمنه او حته زبده، او لو عندك زيت مفيش اي مشكله. وحمرت الشعريه وحطيت عليها الرز اللي انا عاوزاه، ان كان ربع ان كان رز زي ما انت عاوزه، وحمرتهم كلهم مع بعض. وحطيت شويه شوربه وشويه ملح وحته مرقه وحبه فلفل اسود. كده خلص الرز. نيجي بقى على الكبده. حطيت شويه زيت. بسم الله الرحمن الرحيم. سمعتوا الطشطشه دي اهم حاجه، دي اهم حاجه. انا مش هقلبه دلوقتي الا لما هي احس ان هي غيرت شكلها، بقت بيضه. يعني تحس ان هي ايه، فعلا خدت صدمه. انا لغايه دلوقتي ما قلبتهاش، رميت. تمام كده. والله ريحتها تحفه بجد، تحفه. جربوها كده وقولي لي ايه رايكم. ولو انت لسه معايا دوسي لي لايك يا بنات. يلي بنخش نعمل كوماند حلو ونطلع على طول. تابع الفيديو لمده حتى 3 دقايق ما يجي على تعبي. واعملي لي اشتراك واكتبي لي كومنت حلو زيك يا عسليه، ودوسي على زر الجرس عشان اعمل اي جديد يوصلك. وعاوزه عيلتي الصغيره دي تكبر تبقى كبيره. عاوزه عيلتي الصغيره دي تبقى كبيره جدا جدا بيكم. منوريني ومشرفيني، وربنا يا رب يخليكم ليا يا رب ويديمكم في حياتي. ومتشكره في كل حد كتب لي كومنت حلو ودخل في قناتي الجديد، ومتشكره للي هم معايا اللي متابعيني. بشكركم أو. ومعلش النهارده لو انا رغايه، لاني بصراحه مشتاقه ان انا اتكلم معاكم. اهو يا بنات النص بتاع الفلفل والثوم. اما خلاص حسيت ان هي داخله على السوا، اقلبهم كده تتجنس كلها معاه. وبعد كده هبتدي احط الفلفل كده حلو قوي. واحط الفلفل. عاوزه تحطيه سبايس ماشي، عاوزه تحطيه زي ما انا حاطاه كده بارد، ده شيء يرجع لك انت يا روحي. تمام. هنحط بقى ايه التوابل بتاعتها، اللي هي سحر، اللي هي فلفل اسود، ملح، وشويه بهارات. بس على كده يا سحر. كلي بقى احلى كبده وادعيلي، قولي لي فعلا الكبده اللي انت عملتيها
تحفه بجد يا سحر. انا عملت الكبده قبل كده، بس لو انتوا بصيتوا هتلاقي كل كبده وليها طريقه. دي بقى مش قادره اقول، تحفه بجد، ريحتها قلب العماره. بصراحه بسيطه بس جميله تفتح النفس. جربيها الكبده اللي انا بقولك عليها دي، جميله جدا مع شويه رز، مع شويه مكرونه بالصلصه، اي حاجه كده وهتبقى زي الفل. عاوزه تعملي الكبد دي بلدي ماشي، عاوزه تعمليها مستورد ماشي، اللي يعجبك وعلى متناول ايدك اعملي زي الفل اهي. سيبكم في رعاية الله، واقول لكم لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.